هاي زينات، مرحبا بكم في كوزينتي. اليوم جبت لكم ميني بيتزا بعجينة سحرية طرية وبنينة بزاف. هاد العجينة راني معتمدتها من سنين ونخدم بها كاع المملحات ولي شوصون وحتى البيتزا، ودائما تخرج لي ناجحة. بغيت نوريكم كيفاش نخدمها في مطبخي الصغير بكل بساطة وبلا تصنع. شوفوا القهوة كيفاش خرجت وحليتها قدامكم. خليكم معايا باش نوريكم خطوة بخطوة. انا درتها في البيتخا وانتي ديروها في اللي عندكم. في بول نحط كاس حليب دافي من غرفة كبيرة سكر وخمارة تاع الخبز ونخليهم 10 دقائق يتفاعلوا. نزيد ربع كاس تاع الزيت وحبة بيض ونخلط مليح. من بعد نضيف الفارينة الملح وعاود نزيدو الفارينة ونخلطو شويه، ومن بعد نولي نزيدو الفارينة شويه بشويه حتى تلم العجينه وتولي طريه وما تلصقش. ومن بعد نقلحم ديك البول نعجنها شويه بيديا واحد 5 دقائق، نغطيها ونخليها ترتاح 45 دقيقه حتى تخمر ويتضاعف الحجم تاعها. من بعد ما تخمر العجينة نرش شوية فرينة في الطابلة ونحل العجينة بالحلال. نقطعو دوائر صغار باش نتحصلوا على الميني بيتزا، نحطهم في بلاطو يدخل للفور، نفرش بيه ورق الطهي ونتقابهم بالفرشيطة باش يجي الشكل تاعهم شباب. هنايا راني محضره لاصوص انا من قبل، الا بغيتو نعطيكم الوصفه. ونحطو فوق فوق هذوك لاباط تاعنا شويه تاع لاصوص. نزيدو الدجاج تاعنا بعد ما كنت تبلته غير بالفلفله كحله والملح ولي زيبيس تاع الدجاج، نديروه من الفوق باش يزيد يعطينا بنه لهاد البيتزا. ومن بعد نزيدو الفرomاج رابي والزيتون الاسود للتزيين كما راكم تشوفوا. ندخلهم للفور يكون حامي من الفوق ومن التحت، ونخليهم حتى يطيبوا ويذوب داك الجبن. وهذا البيتزا راهي جاهزة طرية وبنينة والنتيجة راهي قدامكم. جربوها وقولوا لي في التعليق كيف جاتكم، وما تنسوش لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد. وراني نوعدكم بوصفات البسيطة والبنينة اللي تقدروا ديروها بسهولة في داركم. ومع السلامة، ونتلاقوا في فيديو جديد وبنة جديدة. سلام.